انا هحبك. انت لو عملت كده انا هحبك. انت لو كنت كويس وجبت المجموع الفلاني انا هحبك. كده انا وقفت الحب على تحقيق شرط. الحب بتحقيق شرط ده بيتحول من حب الى تحقيق مصلحة متبادلة بين الطرفين او عقد شراكة بين الطرفين، على كل طرف من التاني انه يحقق البنود والشروط اللي منصوص عليها علشان الشراكة دي تفضل. اذا حد اخل باحد الشروط ديت يبقى فيه شرط جزائي بيتطبق. هنا دخلنا من منظومة الحب الأسري، خرجناها ودخلنا لعقد شراكة ما بين اتنين. عقد الشراكة اللي بين ابني وبين بنتي لازم يكون يتوقف على هو حب غير مشروط. أنا هفضل أحب